تحت الصفر. مش فوق الصفر عشان ما اكذبش عليك، يعني من تحت الصفر ورايا. بقينا نقلل في كل اي حاجه، بدل ما بتجيبي كيلو بقيتي تجيبي نص، بدل ما بتجيبي نص ممكن تمنعي الحاجه خالص. حتى المصاريف بتاعه التعليم بقت غاليه، كل حاجه بقت غاليه. الدولار ده ان شاء الله ربنا يخسف فيه الارض. تعبانين يعني من المشكله دي. لازم يبقى في رقابه من الدوله، محدش يقول لي اللي يغلى ما تشتروش لان كل حاجه غلت. المفروض ما يبقاش لنا علاقه بالدولار. مش هقدر اعيش بنفس اللي انا كنت عايش بيه. مصر بالاخص يعني ازمه جامده جدا، الناس تعبانه. دلوقتي انت مخليني اشتغل مره واثنين وثلاثه، انا ما بشوفش عيالي. مؤثر عليا في حاجات كتير، يعني مثلا ان انت مش عارف تدي الاسره اكتر من حقها، او ان هي مش اكتر من حقها، الحد المتوسط بتاعها مش قادر ان انت تعمله. بقت صعبه على الكل، بقت صعبه ان انت يعني حتى مستوى التعليم بتاعك ما بقتش قادر ان انت غصب عنك ان انت تعلي مستوى الطفل بتاعك. مش قادر ان هو بسبب ان المعيشة غالية، يعني حتى المصاريف بتاعة التعليم بقت غالية. كل حاجة بقت غالية. ان انت دلوقتي بتقارني ما بين تجريبي وما بين حكومي وما بين طب انت ماشي، انت عشان تقارني ما بين كل دوت لازم توفر لي حاجة ان انا اعرف اعملها، عشان خاطر ان انا اقدم برضو مستوى لطفلي ان هو يتربي كويس او يتعلم كويس، يبقى مستقبله احسن مني. فانت برضك مش مديني حلول ليها. والله الموضوع بقى صعب جدا، وخاصة ان كل حاجة زادت معاه، يعني الاكل زاد، كل حاجة زادت، المواصلات بقت اصعب، كل حاجة بقت اصعب. مش هنقول نرشد، احنا كده كده بنرشد دلوقتي يعني، لان طبعا انت عارفه الدنيا غاليه والدخل على قده. يعني انا بدات ان انا اعمل حاجه تاني يعني جنب شغلي يعني تساعدني على المعيشه. لازم كل واحد يعمل كده، ان هو اللي بيشتغل شغلانه مش هتنفع، لازم شغلانتين وثلاثه او يعمل اي حاجه تساعد معاه. انت بتضغطني انا كشخص، مش بتضغط نفسك. انت بتضغطني انا، بدل ما مثلا كنت ان انا بشتغل شغله واحده وبتخليني ان انا الاول كنت بقضي حالي، دلوقتي انت مخليني اشتغل مره واثنين وثلاثه، انا ما بشوفش عيالي، ببقى بايت في الشارع ليل نهار. يعني مثلا الاول انا كنت مخصص يوم لاسرتي ان انا اخرج فيه او بتاع، انت دلوقتي مفيش، استغنيت عن كل ده عادي، مش بمزاجي، ده غصب عني. اللحمه دي ما بنجيبش يعني كتير، بنجيب وراك يعني كده عشان على الجد يعني، بس فاحنا اردنا 850 في العمار، بس نمسح عربيه حاجه يعني الدنيا ماشي. بنجيب حاجات يعني تحت الصفر. مش فوق الصفر عشان ما اكذبش عليك، يعني من تحت الصفر ورايا، عشان نقدر نوفر معانا. واد ما يجي كل 15 يوم ما ياخد 500 جنيه وهو ماشي على الديش في سينا. يعني حاول ان اوفر، لو مثلا بشرب دخان ولا حاجه بحاول اوفر في الاكل والشرب وفي المعيشه وكل حاجه. بقينا نقلل في كل اي حاجه، بدل ما بتجيبي كيلو بقيتي تجيبي نص، بدل ما بتجيبي نص ممكن تمنعي الحاجه خالص. معايا العيشه كل حاجه حلوه وحاجه رخيصه والحمد لله والدنيا ماشيه في مصر. المواطن المصري عامه يعني بيجيب الحاجات الضروريه جدا جدا جدا، يعني ما بقناش زي الاول. وبالنسبه للرز المكرونه القوطه كل حاجه غليت، المفروض اصلا الاسعار تنزل شويه، المفروض ما يبقاش لنا علاقه بالدولار، احنا بنصدر كل حاجه ببلدنا. انا مش صاحب شركه، انا راجل برضو موظف، بس لامس الموضوع ده كله ومأثر علينا يعني بطريقه كبيره جدا. ليه؟ لان عندي عيال في التعليم، وعندي عربيه بتحتاج مصاريف، وطبعا حاجه العربيات ما بقتش موجوده بالسهل دلوقتي انها غليت من بعد الدولار. بس فاحنا تعبانين يعني من المشكله دي، ربنا يستر. لمست غلاء الاسعار في ان الزبون لو مشواره ب 100 جنيه بيقول لي انا هدفع 70 وبضطر اخده عشان خاطر يعني مفيش، الناس تعبانه طبعا. لما تكوني معاكي فلوس هتركبي، ما معكيش فلوس مش هتركبي.